السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض بوريك الافران. اول حاجة هجيب كوباية من المية الدافية، هفضي نصها الاول وهنزل عليها بمعلقتين من الصلصة، طبعا الصلصة المعلبة الجاهزة اللي احنا عارفينها يا اما كيس صلصة، وهدوبهم كويس قوي في المية دي. يعني ما تنزليش بكوباية المية مرة واحدة الا لو حسيتي ان فعلا كمية الدقيق هتحتاج كمية المية دي. معايا بقى الدقيق انا نخلاه وحط عليه البيكنج باودر والملح منخولين كويس جدا، وهنزل بنص الكمية واقلب شوية، وبعدين هنزل عليهم بالملح والسكر والخميرة الفورية، وهكمل تقليب كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بكمية الدقيق اللي فاضلة. طبعا الكمية دي لنص كيلو دقيق، يعني بالظبط 3 كوبايات ونص. لو عايزين كمية اكبر هتضاعفوا كل حاجة. وهكمل بقى تقليب مع اضافة الدقيق حبة بحبة، ما تضيفوش كله مرة واحدة علشان العجينة ما تبقاش ناشفة معاكم. المقادير اللي انا كاتباها لكم في اول الفيديو دي مظبوطة جدا، وهتطلع معاكي العجينة بجد زي السلايم. دلوقتي بقى هكمل بقية كوبايات الدقيق. انا كنت نخلة كوبايتين دقيق في الطبق، وبعدين ضفت كوباية ونص كمان، يعني هيبقوا بالظبط 3 كوبايات ونص. معايا بقى نص كوباية من الزيت، بس انا هستخدم ربعها بس لان العجينة محتاجتش معايا اكتر من ربع كوباية زيت. وطبعا دي بحطها في المرحلة اللي قبل الاخيرة من العجن علشان تلم العجينة معايا. زي ما انتوا شايفين العجينة بجد عاملة زي السلايم، هتلاقوها في ايديكوا عاملة زي السلايم بالظبط. هسيبها بقى ترتاح شوية وتخمر، وادهن وشها بشوية زيت، يعني مش هسيبها ترتاح كتير، حوالي بس 5 دقايق، وبعدين هشكلها بكل سهولة. طبعا ايه سبب ان انا احط الصلصة في العجينة دي؟ علشان تديني اللون اللي انتوا شايفينه ده زي بتاع الفرن بالظبط. هو بيكون في عجينته فيه صلصة، علشان كده من جوه بيبقى لونه برتقاني شوية. انا هنا بقى هقسم العجينة نصين، وهبتدي اشكل نص العجينة التاني. ممكن تحشوها بقى اي نوع جبنة انتوا حابينه، وانا هنا هحشيها جبنة قديمة، بس المهم ان الجبنة اللي انتوا تحشوها جوه تكون جبنة ناشفة، يعني اسطنبولي براميلي، بس ما تكونش جبنة طرية لانها هتضايقكوا قوي عشان العجينة بتبقى طرية جدا. لما نحط جواها جبنة كمان سايحة مش هنعرف نشكل العجينة ولا نقفلها كويس. طبعا مهم ان انتوا تقفلوا العجينة كويس قوي علشان ما تتفتحش معاكي وهي بتخمر في الفرن. بشكل بقى شوية كور كده جنبي، وما تقلقوش العجينة مش هتنشف معاكم، ولو خايفين ان هي تنشف غطوها باي حاجة وانتوا بتشتغلوا. بفرد بقى الكورة على خفيف، وبعدين بحط جواها قطعة صغيرة من الجبنة القديمة وبقفلها، وبعدين بلفها كده على ايدي لفة صغيرة علشان تبقى طويلة زي ما انتوا شايفين كده، وتدينا شكل الجاهزة بالظبط. بكمل على كده بقى لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا، وبعدين هجيب بضاية واحط عليها شوية فانيليا وهضربها كويس قوي، وبعدين هدهن الوش بيها. مهم قوي ان انا ادهن وشها باي حاجة تحبوها، بس المهم ان انتوا تدهنوها علشان لما اضيف حبة البركة او السمسم زي ما انتوا عايزين، يعني المهم ان هي تثبت على الوش. هدهنها بقى كده بالبيض، وبعدين هرش على وشها حبة البركة، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعدين هحطها فيها حوالي تلت ساعة بالظبط، وان شاء الله هتكون جاهزة معاكم. وبس كده، اول بقى ما تطلع على طول من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، هرش عليها بخاخة مية، يعني بختين كده، وبعدين هقوم مغطيها على طول باي فوطة عندي، واسيبها دقيقة بس، وبعدين تاكلوا منها زي ما انتوا عايزين. وطبعا ممكن تعملوا كمية كبيرة وتحطوها في الفريزر عندكم، وقت ما تحبوا تطلعوا وتسخنوا على طول وتاكلوها بالهنا والشفا. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.